السلام عليكم وحياكم الله من جديد. وصفتنا اليوم من الصين، حتكون دجاج بالعسل والثوم. وصفة حلوة وخفيفة وسريعة بصدور الدجاج. بسم الله على وصفتنا. المقادير: 4 صدور دجاج، بصل أخضر مقطع، عسل، صويا صوص، ملح، زبدة وثوم. هذه هي مقاديرنا. الآن حبدأ أقطع الدجاج، مو للأخير، بس مجرد إنها تتفتح زي ما أقول مفتحها، شايفين؟ هذه الطريقة تتفتح عشان تخش البهارات في الدجاج. طيب، في البداية أنا حطيت الزبدة في الصاج تسخن. أحط فلفل أسود، وملح، أقلبها على الجهة الثانية بس أملحها شوية، وكمان فلفل أسود. بعدها أحطها في الدقيق، ننفضها من الدقيق. بس الآن قدح عندي الزبدة، أنزلها في الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخليها تقمر وبعدين أبدأ أقلبها. طيب خلاص تقمر معانا الدجاجة، شايفين كيف ما شاء الله. أخليه يكمل سوا وأنزل الثوم في الجنب. بسم الله. خليه يتشقر الثوم وبعدين أنزل عليه صوص الصويا. خلاص اتشقر الثوم، أحط صوص الصويا وأزيد قطعة الزبدة. خلاص الآن تقريبا استوى. نسيت أقول لكم على الخل، ضيف الخل وبعده العسل. أحط عليها البصل الأخضر. غلقنا من الوصفة، نحطها على الصحن ونجهزها للتقديم. بسم الله. شايفين كيف ما شاء الله صارت. هذه كانت وصفتي لكم، إن شاء الله تكون ناسبتكم. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسوني من خالص دعاكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم كل جديد. أراكم في وصفات قادمة. مع السلامة.